الجزائر هذه المرة في مواجهة نيجيريا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي تقام حاليا بالمغرب. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية، هذه المرة من كأس الأمم الإفريقية التي تقام للسيدات بالمملكة المغربية. بالنسبة للمجموعة الثالثة التي جاء فيها كل من تونس، بوتسوانا، الجزائر ونيجيريا، عرفت في الجولة الأولى انتصار الجزائر بهدف نظيف على بوتسوانا، وكذلك انتصار الخاص بالفريق النيجيري على تونس. أما بالنسبة للجولة الثانية فقد عرفت تعادل بين الجزائر وتونس بدون أهداف، وعرفت انتصار نيجيريا بهدف واحد نظيف على بوتسوانا، ليصبح بذلك ترتيب المجموعة الثالثة إلى حدود نهاية الجولة الثانية. نيجيريا في الرتبة الأولى ب6 نقط من انتصارين، الجزائر في الرتبة الثانية ب4 نقط، وتونس في الرتبة الثالثة بنقطة واحدة، وبوتسوانا في الرتبة الرابعة ب0 نقطة. وخارج الحسابات، خوتي خواتاتي، كنت جديد معنا في القناة، ما تبخلش لنا بالضغط على زر الاشتراك، ومحتاجين لايكاتكم وتفاعلكم مع هذه القناة المتواضعة. وبعجالة نعود للموضوع في إطار كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي تقام حاليا بالمملكة المغربية الشريفة، الجولة الثالثة التي تجري بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري. كل هذا سنعاينه في أمسية يوم الأحد 13 من هذا الشهر، ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية الشريفة. أخوتي أخواتي، لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.